مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله بداية واحدة بس هنعمل بيها العظمة دي، هنعمل بيها حاجة حلوة لولادنا بجد طعمها تحفة جدا بمقادير بسيطة. يعني نص كوباية من الزيت، بداية واحدة هنعمل بيها حاجة حلوة كده لولادنا. طبعا الكبار والصغيرين بيفرحوا بيه جدا جدا. طبعا هنعمل كده الكب كيك، شايفين هو قد ايه جميل هش جدا جدا. كل الكمية القمر دي ببداية واحدة بس. بشوف ناس كتير بيعملوا الكب كيك ب3 بيضات وب4 بيضات، يعني بجد بجد بداية واحدة بس هتعمل لك كمية حلوة جدا. طعم الكب كيك جميل جدا وهش طبعا زي ما انتم شايفين، زي ان تزيين بسيط كده نفرح بيه ولادنا. وعايزه اقول لكم هينفع معاكم بجد في المدارس، هينفع معاكم طبعا في اعياد الميلاد. بجد هو حاجه روعه ما شاء الله اللهم بارك. الطعم بجد تحفه جدا. قبل ما ابدا الفيديو بشكر كل حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، وبشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق، ما تحرمش منكم ابدا يا رب. ويلا في البدايه نقول بسم الله ونشوف طريقه التحضير. معايا بيضايه واحده، معايا معلقتين من النشا، معايا كيس بيكنج باودر، كوبايه من السكر، كوبايه من الحليب، معايا نص كوبايه من الزيت. عايزه اقول لكم مقادير بسيطه جدا جدا. ومعايا معلقه كيك شيف، معايا رشه من الملح، 3 معالق كاكاو خام، والكاكاو دوت اسباني. وطبعا اهم حاجه معلقه كبيره من الخل، ومعايا كوبايه ونص من الدقيق. هلم كل المواد الجافه كده على بعض زي ما انتوا شايفين. طبعا مش هننسى برضو رشة الملح. وهنا خدت معلقة كده صغيرة من الكيك شيف. طبعا احنا حاطين كيس بيكنج باودر، بس انا بحب احط معلقة كده من الكيك شيف، بيخلي الكيكة معانا او الكب كيك بيخليه هش جدا وبيكون حلو بجد. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده خلصنا المواد الجافة، ويلا ندخل على المواد السايلة في قلب الخلاط. حابة ان انت تعملي من غير خلاط اعملي على ايدك، في ثانية هتخلصيه، بس انا بصراحة كنت حابة اخلص بسرعة. هنا حطيت كوباية من السكر، وحطيت البيضاية، وحطيت كيس الفانيليا، وحطيت معلقة كبيرة من الخل. هضرب كويس جدا قبل ما احط طبعا الزيت واحط الحليب. عشان الطريقة تنجح معاكي خليكي استعملي فنجان واحد لكل حاجة. انا استعملت فنجان واحد لكل حاجة، والكب كيك طلع معايا تحفة. وهنا طبعا بعد ما ضربت كويس نزلت على طول بنص كوباية من الزيت، وبرده ضربت كويس. هنا بقى هنزل كده بكوباية من الحليب. انا استعملت النهارده فنجان، والفنجان دوت كان 250 جرام. زي ما انتوا شايفين كده هضرب كويس جدا. وبعد كده عندي بقى المواد الجافه، هنزل على طول كده بالخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط، وهقلب كويس جدا. اثناء ما بعمل الكيكه مولعه الفرن على درجه حراره 180. طبعا الكب كيك هياخد 12 دقيقه حسب نوع الفرن، وان شاء الله يطلع معاكي جميل جدا جدا باذن الله. هنا بعد ما ضربت كويس جدا يلا بينا بقى محضرين هنا الصينيه القمر دي اللي هنعمل فيها النهارده. انا طبعا رشيت كده زيت في قلب الصينيه طبعا، علشان لما نيجي نطلع الكب كيك يطلع معانا على طول بمنتهى السهوله. وهنا هنستعمل المعلقه ديت بس. عايزه اقول لكم ان انتوا لو استعملتوا معلقه واحده بس اللي تحطوا بيها الكب كيك هيطلع كله ما شاء الله علو واحد، مش هيطلع واحد ناقص وواحد عالي، لا هيطلع معاكم مظبوط جدا جدا. وزي ما انتوا شايفين احنا هنا بقى بنحط كده بالمعلقه، يعني مش بنملاها قوي، يعتبر نقوله نصها كده او اكتر من نصها شويه صغيره. وهنا بعد ما خلصت بقى الصينيه كده طبعا احنا مش هنسيبها كده، لازم نزينها بشويه شوكليت شيبس او شويه من الشوكولاتات. طبعا اي حاجه حابه ان انت تزيني بيها براحتك جدا زيني بيها. انا هنا كده زي ما انتم شايفين حطيت هنا كده عندك بقى حبه شوكليت شيبس، عندك كريسبي، اي حاجه حابه تضيفيها ضيفيها. انا حطيت كده زي ما انتم شايفين شوكولاته طبعا متقطعه كده مكعبات، وحطيت شوكليت شيبس. عندك كريسبي حطي، حابه ان انت تسيبيه ساده هيبقى قمر، هيبقى طعمه جميل جدا جدا. بس بصراحه انا بحب ادي الحاجه قيمه غذائيه عاليه، فطبعا حطينا الشوكولاته طبعا من الحاجات الجميله جدا اللي الصغيرين بيحبوها والكبار كمان بيحبوها. طبعا احنا مستعملين شوكولاته باللبن الساده دي، يعني مش بحب احطها في كل حاجه، لكن انا بحب جدا استعمل الشوكولاته اللي بالحليب بتكون طعمها حلو جدا. هنا حطينا بقى الكريسبي كده زي ما انتم شايفين، وهنا معايا شوكولاته
شوكولاتة سايحة، حطيت برضو كده على الوش، عندك بقى شوكولاتة نوتيلا اي حاجة، حطيتها برضو كده على الوش زي ما انتوا شايفين الصينية. وهنا اتفضل طبعا معايا حبة كده من الخليط بتاع الكب كيك، حطيته بقى في الاطباق كده الفضي دي برضو، ودخلته كده سويته على درجة حرارة احنا قلنا 180. ما شاء الله ما خدش 12 دقيقة وطلع. لما برد شوية كان عندي بقى شوية كده صغيرين من الكريم شانتيه، وطبعا ولادي طلبوا مني ان انا زينه لهم، قلت لهم هزين لكم تزيين بسيط خالص. بعد كده جبت بقى زي ما انتوا شايفين كده الكريمه وحطيتها كده ما شاء الله على الكبات ديت كده ما شاء الله، او على الاطباق الكب كيك دي ما شاء الله، كانت طعمها تحفه جدا اللهم بارك. وهنا بقى معايا كده زي ما انتوا شايفين حبه كده من الشوكولاته، والشوكولاته برضو بالحليب اللي احنا استخدمناها، وقلنا بقى نعمله اي تزيين كده، المهم ان هو حاجه تفرح الولاد وخلاص. والكب كيك زي ما انتوا شايفين كده عملنا بيه ورده كده في النص، ويعني ما شاء الله برضو الطعم بيكون حلو جدا وشكله كمان بيكون حلو. تعملي اي حاجه بتفرحي بيها ولادك وما شاء الله بتكون كمان طعمها حلو جدا جدا باي حاجه برضو كده من على الوش. وزينت زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم ان هو كان طعمه تحفه جدا، يعني انت مزيناه طبعا قبل ما يدخل الفرن، يعني كل الحاجات اللي احنا حطيناها في البدايه كانت ما شاء الله جوه الكب كيك، وكمان احنا زينا على الوش، يعني بجد الطعم تحفه جدا اللهم بارك. والكميه حلوه جدا جدا، يعني ما شاء الله عملوا لنا 12 واحده من الكب كيك كده في الصينيه، وما شاء الله عملوا لنا 4 بحجم يعتبر كبير ما شاء الله. بجد بيضايه واحده ونص كوبايه زيت، كوبايه ونص دقيق، يعني بجد حاجه عظمه جدا زي ما انتوا شايفين. زينت بقى كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم ان انا بصراحه يعني وقفتي في المطبخ علشان اعمل الكب كيك دوت ما خدش معايا بامانه نص ساعه، يعني ما شاء الله كان قوامك كده، الطريقه بسيطه زي ما انتوا شايفين، ودخل الفرن ما قعدش فيه حسب نوع الفرن طبعا، يعني انا قلت 12 دقيقه بس هو كمان انا حاسه ان هو اقل كمان من 12 دقيقه. وعملتي حاجه حلوه لاولادك جنب فنجان شاي بلبن ياخدوا منها طبعا في المدارس لو حد جالك على سهوه، بجد طريقته حلوه. واللي طبعا مش حابب ان هو يعمله كب كيك، ممكن ان انت الخليط اللي احنا عملناه تحطيه في صينيه وتعمليها صينيه كيكه، يعني طبعا ان كان كيكه او الكب كيك ما شاء الله هيكون طعمه حلو جدا اللهم بارك. شايفين شكله عامل ازاي؟ يعني هو تزيينه بسيط جدا بس والله طعمه حلو جدا جدا. وطبعا الكريمه كده مع الشوكولاتات مع الكب كيك بجد كان ميكس رهيب جدا ما شاء الله اللهم بارك. وده طبعا بيكون فيديو النهارده، فيديو سهل جدا وبسيط. يا رب فيديو النهارده يعجبكم، اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.